راح اسوي معاكم افضل واسرع طريقه فعاله جدا سويتها لرفع الحديد ومخزون الحديد لاطفالي ولي ايضا خلال اسبوع واحد فقط، وايضا تساعد على صحه العظام والطول للاطفال. هالوصفه يا جماعه تنفع للبيبي من عمر ادخال الطعام، يعني 6 اشهر فاكثر. اختبريها اول 3 ايام بعدين كملي. المهم تعرفون فترة الحمل عندي ينزل الحديد بطريقة غريبة وقوية جدا، رغم اني استخدم حبوب الحديد وجسمي طبعا بيسوي لي حفلة ما تناسبه، وكم مرة غيرتها بس برضو رغم اني صابرة عليها، بس برضو الحديد عندي يكون 7 وما يزيد. الين قررت اسوي هذه الوصفة اللي اليوم راح اسويها معاكم يا جماعة رهيبة. وكمان سيف ولدي بعد عمر السنة لما حللت له اكتشفت ان الحديد منخفض شوي شوي، فصرت اسويها واستخدمها سواء حللت ولا ما حللت، خلاص عجبني الوضع. فل حديد فل كالسيوم. وهالوصفه صرت اعطيها ورد من بدري، يعني ورد استعجلت عليها ما سويت زي الشيك، استعجلت على ورد صرت اعطيها اياها من 6 اشهر. بصراحه يعني ملعقه صغيره والحمد لله رب العالمين كل الفيتامينات والمعادن عندها ممتازه. ادري انه عندك شحوب وارهاق وبشرتك رماديه، شعرك باهت ويتصاقب وما فيك حل للشيء، هذه كلها علامات تدل انه الحديد او مخزون الحديد يكون ناقص. استخدميها يا حبيبتي مثل الكورس 3 اشهر وشوف الفرق. بقول لك بصراحه الفرق يبان من اسبوع واحد، اذا كملتي 3 شهور وربي 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 راح ترجعين فرس من حسنها الحسن انخرس. وهاتك يا بشرة حلوة، شعر جميل، أظافر وصحة. والحين تعالي أعطيك الوصفة. أنا عن نفسي أسويها في البيت الطحينية، وطريقتي فيها مرة سهلة. كيس صغير من السمسم غير المحمص وغير المقشر، تكون مع كاسة أو يعني كوب زيت زيتون وبالخلاط، وعينك على القوام. إذا ودك تكون أخف زود الزيت شوية، وإذا ودك تكون أثقل زود السمسم شوية، أو أنت حرة يعني اشتريها جاهزة وريحي راسك. المهم إنها تكون كذا. عندنا الآن الطحينية السائلة مع السمسم غير المقشر وغير المحمص. وهنا الفكرة إنه يكون غير مقشر لأن المعادن تتركز أكثر بالقشرة، أما المقشر فائدته إيش؟ تكون في الكالسيوم فقط. فهمتوا؟ وعشان ترفع الحديد خذي سمسم غير مقشر طازج ني وغير محمص، وايضا كل ملعقه صغيره من السمسم تعادل كوب كالسيوم من الحليب. فطريقتي انا لرفع الحديد هي نص علبه زي كذا، زي ما انتم شايفين، نص علبه طحينيه سائله مع نص حبوب السمسم. الان راح احطها مع بعض وتشوفون كيف الطريقه. طبعا انا اي ستيكر واي شيء من البدايه يعني محتاطه وشايلته. فتعالوا نشوف. فتحتها شوفوا كيف شكله ابيض غير محمص وايضا غير مقشر. احنا طبعا راح نضيف تقريبا النص من هذا السمسم، راح نضيف النص فيصير كذا نص طحينية سائلة ونص سمسم. وايضا راح نحط العسل للنكهة، وهذا عسل طازج مو عسل اي كلام، لا اشتري اي عسل طازج تعرفين من اي مكان موثوق، وحطيه بالطريقه اللي انت تناسبك وتحبينه. طبعا كميه العسل يا جماعه يعني براحتك، يعني كل واحده تحب العسل كثير، واحده تحب العسل قليل، وخلطي. وايضا ممكن تحطين عليها دبس التمر يطلع مره لذيذ ويحبوها الاطفال، بس انا اخترت العسل الطبيعي لاني انا احب اساسا نكهته مناسب لي والكيف. ورد زي ما قلت ما راح احط لها عسل لانها ما اتمت السنه، وخليها الين تنقع، خليها تنقع تماما. والسمسم بتلاحظين بيتفتح وسط الطحينه، ويصير شلون تستخدمي ملعقه طعام كبيره قبل الاكل بساعه او بعد الاكل بساعتين. انتي كماما تحتاجي ملعقه طعام كبيره قبل الاكل بساعه بهذه الطريقه، او بعد الاكل بساعتين. والاطفال يكفي ملعقه صغيره، يكفي للاطفال ملعقه صغيره. حاولي تاخذي معها اي نوع فاكهه غني بفيتامين سي زي مثلا البرتقال او الفلفل الرومي الاحمر الاخضر الاصفر. انا مرات اخذ معاها كاسه مويه مع فيتامين سي. يا بنات وربي راح تدعوا لي، هذه المعلومات راح تشوفين الفرق جدا برفع الحديد. جربوها واعطوني خبر. انا حتى السناكات عندي للبيبي بتكون بالسمسم، بتكون اهم شيء انها اورجانيك. تمام تعطونه. طيب يلا انا اعطيك الحين، تبغى يا سيف؟
يمي يمي يمي. ها طبعا بسكوت السمسم بالعسل لذيذ. يلا خذ خذ، يلا خذ، تبغاه كامل؟ يلا خذ خلاص، هذا حقك، هذا حقك كله، وهذا حيكون حقي. الآن راح احتفظ فيه بالثلاجة الين يتفشفش هذا السمسم، وبعدين يصير اكله. يا جماعة انا من كثر ما احبه على طول بس قلبته واكلت اللي في الملعقة، ما انتظرت السمسم يفشفش. لذيذة لذيذة، جربوها سواء بالعسل او بدبس التمر، حتى اطفالكم راح يحبوها. ها يا سيف، كيف السمسم؟ تعال تعال سمعهم، قول سمسم. وي هنا سمسم بالعافية بالعافية سمسم.